تفتكر لو بصيت على التيم اللي معاك في الشغل ودورت على اكتر حد محبوب والناس بتلجأ له طول الوقت، ايه اهم ميزه تبقى موجوده في الشخص ده؟ اصل بصراحه كده في نوع من الناس لما يدخل مكان النور بيعلى، تحس كده ان في طاقه رايقه ماشيه وراه، بيضحك فتضحك، بيتكلم فانت بتقعد تسمعه، بيطمنك من غير ما يقول ولا كلمه. وفي نوع تاني اول ما بيقرب تحس ان النفس بقى تقيل، كأن الجو اتقفل فجاه والاوضه بقت اضيق. الفرق بين الاثنين مش في شكلهم ولا في شغله، الفرق في الطاقه اللي بيطلعوها من جواهم. طب انت فكرت يوم انك ممكن تكون سبب في سعاده حد، او تكون انت السبب في تحسين مزاج كل الناس اللي حواليك؟ طب السؤال الاهم بقى من كل ده، تفتكر لو انت هتأثر في حد من المحيطين بيك، التأثير ده هيبقى ايجابي ولا سلبي؟ السلام عليكم، مساء الخير ويا رب دايما تكونوا بخير. انا حسن نجار وخلينا النهارده ندردش شويه. سيف عيادته دايما مليانه، بس رغم كده كان دايما حاسس ان المكان تقيل. كل يوم يدخل يلاقي المساعدين متوترين، السكرتيره ساكته، والمريض يطلع من عنده وشه متضايق كانه لسه طالع من خناقه مش من علاج. فضل كده فتره طويله لحد ما في يوم مريض قال له جمله بسيطه بس قلبت دماغه: يا دكتور انت شغلك ممتاز بس وجودك بيخوف. سيف ضحك وقتها وقال له بهزار: ليه يا عم، هو انا مش ماسك سكينه ولا حاجه. لكن الجمله فضلت ترن في ودنه طول اليوم. رجع البيت وقعد يفكر: هو انا فعلا بخوف الناس؟ طب ازاي؟ انا بعمل شغلي كويس وبكلمهم باحترام. وبعدين افتكر ان اغلب وقته وشه مكشر، صوته دايما جد، بيتكلم بسرعه ومتوتر طول الوقت. هو مش بيزعق بس طاقته كلها شد وتعب. في اللحظه دي فهم ان اللي بينقله للناس مش كلامه لكن احساسه. تاني يوم بقى قرر يجرب حاجه بسيطه، دخل العياده مبتسم وقال: صباح الخير يا جماعه. المساعد ضحك وهو بيرد، السكرتيره وشها نور، حتى المريض اللي دخل له قعد يهزر معاه. ومن ساعتها بدا سيف ياخد باله ان كل تفصيله صغيره في تصرفاته بتغير الجو كله. ابتسامه، نبره صوت، حتى لو كلمه لطيفه ممكن تغير طاقه المكان كله. الطاقه دي مش هزار. في دراسه في سنه 2019 اكتشفوا ان المشاعر فعلا بتتنقل زي العدوى. لما حد يبقى متوتر او زعلان ويبقى في مجموعه، بعد 10 دقائق بس باقي الناس بيبداوا يحسوا بنفس التوتر بنسبه 30%، حتى لو هو ساكت وما بيتكلمش. وده لان الجسم والعقل بيقلدوا اللي قدامهم من غير ما يحسوا. يعني ببساطه كده، لما تبقى هادي اللي حواليك بيهدوا، ولما تبقى متضايق كلهم بيتنرفزوا. الطاقه دي بتتنقل اسرع من الكلام. تعال نروح لحته ثانيه كده. في مكتب صغير في شركه ديكور، كانت داليا قاعده بعد ما الناس مشيت. كانت قاعده بتقول لنفسها: هو انا مالي، حاسه ان الجو في المكتب بقى خانقه ليه كده؟ طول الوقت حاسه ان كل الناس مكتئبه ومفيش اي طاقه في المكان. بس الحقيقه انها كانت اول واحده بتبدا كل يوم بجمله: يا نهار ابيض انا مش ناقصه النهارده. وبعدين تشتكي من الشغل ومن العملاء وحتى من المدير، وهي مش واخده بالها انها اول مصدر للسلبيه في المكان. وفي يوم بقى واحده من زمايلها قالت لها: بصراحه داليا انا بحبك جدا بس والله لما بقعد معاكي نفسيتي بتنزل. الكلمه دي وجعتها بس فتحت عينيها، ابتدت تلاحظ ان كل ما تتكلم وشوش الناس بتتغير، ضحكتهم بتختفي، والناس بدات تهرب من القعده معاها من غير ما تقول ليه. هي كانت فاكره انها بتتكلم بصراحه واقعيه، بس هي كانت بتصدر طاقه سلبيه للمكان من غير ما تحس. وده طبيعي جدا لان العلماء اكتشفوا ان في خلايا في المخ بتخلي اللي قدامك يحس بنفس احساسك. يعني لو انت قاعد متوتر، جسم اللي قدامك بيبدا يفرز نفس هرمونات التوتر، ولو انت هادي ومتفائل جسمه بيفرز هرمونات الراحه. وده اللي بيخلي في ناس تحب تقعد معاهم حتى لو ساكتين، وناس تانية بتهرب منهم حتى لو بيضحكوا. اما ادم بقى كان عكس اصحابنا اللي فاتوا تماما. ادم شغال في البرمجه، فريقه كله صغير في السن وضغط الشغل عندهم رهيب. بس الغريب ان مهما كانت الدنيا مكهربه، اول ما ادم يدخل المكتب الجو بيتغير، يبدا يهزر مع اللي حواليه ويطمن على كل واحد. واول ما يبقى في مشكله تلاقيه اول واحد بيظهر ويقول لهم: هنحلها يا جماعه، كل حاجه ليها حل. في مره حصلت مشكله كبيره في مشروع كانوا شغالين عليه، والمدير كان حاسس ان شغل اليوم كله راح على الفاضي. بس ادم وقف وقال: يا جماعه مفيش داعي ننهار، احنا نركز نقسم الشغل وهنخلص. وفعلا في اخر اليوم خلصوا كل حاجه، والمدير نفسه اتفاجئ. بعدها بقى صاحبه ساله: ادم هو انت ازاي دايما عندك طاقه ايجابيه كده، ما بتتعبش يعني ولا ايه؟ ادم رد عليه وقال له بمنتهى البساطه: بتعب طبعا، بس لما اقرر ازود تعب الناس اللي حواليا انا كده بخسرهم وبخسر نفسي. انا مش دايما مبسوط بس دايما بختار اكون طاقه راحه مش طاقه تعب. وده فعلا الفرق بين الناس اللي بنحب وجودهم والناس اللي بنهرب منهم. مش اللي بيضحكوا طول الوقت لكن لما بيتكلموا بنحس ان احنا اقوى. ادم مش غني ولا عنده كل حاجه ماشيه تمام، بس هو قرر يكون السبب ان الناس تتنفس مش السبب ان هم يتضايقوا. وده قراره. زي ما سيف قرر يراجع نفسه، وداليا بدات تاخد بالها من كلامها. ادم اختار انه يكون مصدر طاقه حقيقيه مش تمثيل ولا تفاعل مصطنع، لكن طاقه من جوه فيها امل. كل واحد فينا بيصدر طاقه من غير ما يحس. يا اما تكون زي سيف وداليا قبل التغيير، طاقتك تقيله وتخلي الناس تبعد، يا اما تكون زي ادم وجودك يطمن ويهون ويخلي الناس ترتاح وهي حواليك. مش لازم تكون بطل خارق ولا تبقى دايما فرحان، بس خليك واعي انك مؤثر، والمؤثر الحقيقي هو اللي بيهديهم من غير ما يتكلم. في ناس اول ما تسمع كلمه الايجابيه تفتكر ان المقصود انك تبقى مبتسم طول الوقت او انك تتجاهل التعب والضغط والوجع، بس الحقيقه مختلفه تماما. الايجابيه مش انك تبطل تتاثر، الايجابيه هي انك تعرف تتعامل مع التاثير ده بشكل ذكي يخليك دايما واقف على رجلك مش واقع. ادم مثلا كان بيؤمن بحاجه بسيطه جدا: الحياه مش محتاجه تكون سهله، هي محتاجه تكون واضحه. وعلشان توصل للوضوح ده محتاج تمشي على خريطه صغيره كده فيها شويه خطوات، لو التزمت بيهم هتفرق معاك جدا. اعرف نفسك كويس جدا. قبل اي حاجه مفيش حد يقدر يغير او يطور من نفسه من غير ما يكون فاهم هو فين اصلا. زي ما ينفعش تسافر لمكان جديد من غير GPS، ما ينفعش توصل لحياتك الافضل من غير ما تحدد مكانك الحالي. ادم كان بيعمل حاجه اسمها مراجعه كل اسبوع، يكتب في ورقه بسيطه 3 اسئله: ايه اكتر حاجه مضايقاني اليومين دول؟ ايه اللي خلاني افرح او اتحمس مؤخرا؟ انا بتعامل مع نفسي ازاي مؤخرا؟ بلومها ولا بشجعها؟ الاسئله الصغيره دي
دي بتخليك تشوف نفسك بوضوح وتبدا تفرق بين اللي جوه دماغك فعلا واللي مجرد دوشه، لان 70% من تعبنا بيجي من اننا مش عارفين هو ايه اللي مضايقنا بالظبط. اقبل الواقع بس ما تستسلمش ليه. ادم كان دايما بيقول اللي بتهرب منه بيكبر واللي بتواجهه بيصغر. يعني لو في طاقه غضب او احباط او تعب ما تقعدش تقنع نفسك ان كله تمام. اقبل الاحساس وبدل ما تهرب منه اساله هو الاحساس ده جاي يقول لي ايه. لو زعلان من شغلك مثلا يمكن السبب انك حاسس ان مجهودك مش متقدر، فبدل ما تسيب الاحباط ياكل فيك تبدا تشوف هل انا فعلا بدي افضل ما عندي، هل في حاجه اقدر اعملها عشان اطور نفسي وابقى واضح اكتر في اللي محتاجه. القوه الحقيقيه مش في انك تبان قوي، القوه في انك تبقى صادق مع نفسك وتشوف الموقف زي ما هو وتبدا منه مش ضد. خليك مرن مش مثالي. واحده من اكتر الحاجات اللي بتستنزف الطاقه انك تحاول تكون مثالي. المثاليه عدو الانجاز الاول. يعني بدل ما تفضل تستنى الظروف تبقى كامله عشان ابدا باللي في ايدك حتى لو بسيط، زي ما ادم كان بيعمل لما حب يطور صحته. بدا ب5 دقائق جري في اليوم، وبعد اسبوعين بقوا 10، وبعد شهر بقى يجري نص ساعه. لكن لو كان استنى لما يشتري لبس رياضي ويظبط نومه واكله ما كانش هيبدا اصلا. المرونه معناها انك تعمل اللي تقدر عليه دلوقتي وتتطور مع الوقت بدل ما تفضل تلوم نفسك على اللي ناقص. فكك المشكله. ادم كان دايما لما يتزنق في حاجه بيقسمها لاجزاء صغيره. يقول لك لو المشكله كبيره ومخيفه يبقى قسمها لقطع صغيره تقدر تتعامل معاها. يعني لو حاسس ان حياتك ماشيه غلط ما تحاولش تصلح كل حاجه في يوم واحد. ابدا من حاجه واحده بس. تفتكر مشكلتك في النوم ولا الاكل، او ممكن تبقى المشكله في تنظيم حياتك او حتى في علاقاتك. اختار حاجه واحده واشتغل عليها لمده اسبوعين. افهم انت بتبني حياتك عاده فوق عاده، كل تعديل بسيط بيزود فيك ثقه وطاقه. اهتم بطاقتك قبل جدولك. كتير من الناس فاكرين ان الحل انهم ينظموا وقتهم، لكن الحقيقه انك محتاج تنظم طاقتك الاول. ادم كان بيلاحظ امتى بيبقى فايق وامتى دماغه مش جاهز، فكان بيحط الحاجات التقيله في وقت الطاقه العاليه زي الصبح مثلا، ويسيب المهام البسيطه او التواصل في الاوقات اللي فيها فتور. كمان كان بيهتم بحاجه بسيطه جدا اللي هي النوم، واللي اغلبنا للاسف مش مهتم بيها. كان شايف انك لما تنام كويس بتفكر كويس، ولما تفكر كويس هتعيش كويس. وفي ايام معينه كده لما بيحس نفسه خسر طاقته ما كانش بيضغط على نفسه، كان بيخرج يتمشى نص ساعه او يقعد مع حد بيحبه ويتكلم بصراحه. خلي حواليك ناس بتكبرك. البيئه هي اكتر حاجه بتاثر في طاقتك بدون ما تحس. ادم كان دايما يختار الناس اللي حواليه باهتمام. مش معنى كده ان هو يبعد عن الكل، لكن معنى كده انه يقرب من الناس اللي بيحسنوا طاقته مش اللي بيستهلكوها. كان عنده مبدا جميل، لو بعد ما قعد مع حد حس بثقل يبقى لازم يراجع وجود الشخص ده في حياته. وفي المقابل كان بيحاول يكون هو مصدر طاقه حلوه للناس. مش لازم تبقى حكيم او كوتش، كفايه تبقى انسان بيسمع بصدق، يقول كلمه طيبه، يشجع اللي قدامه بدل ما يكسر. الطاقه بترجع لك دايما بشكل او باخر. درب نفسك على التفكير الايجابي الواقعي. الايجابيه الواقعيه معناها انك تبص على الموقف كله، تشوف الحلو والوحش وتقرر تشتغل على اللي في ايدك. ادم كان بيستخدم اسلوب بسيط جدا. اي موقف يحصل كان بيسال نفسه 3 اسئله: هو ايه اللي حصل فعلا؟ ايه اللي في ايدي اتحكم فيه؟ ايه اللي بره سيطرتي ومحتاج اسيبه؟ الفرق بين الناس اللي بتنهار والناس اللي بتكمل هو ان التانيين بيركزوا على اللي يقدروا يغيروه مش على اللي بيستنزفوا. عبر عن نفسك وما تخزنش. كتير من الناس بتخزن مشاعرها لحد ما تنفجر. ادم كان دايما بيلاقي طريقه يعبر بيها. يتكلم مع شخص بيسمعه من غير ما يحكم عليه، او حتى يكتب مذكراته ويطلع فيها اللي جواه. المشاعر اللي بتتقال بتتداوى، لكن اللي بتتخزن بتتحول لطاقه سلبيه جوه جسمك ودماغك. دور دايما على المعنى مش المكسب. واحده من اعظم الحاجات اللي بتخلي الانسان ايجابي انه يكون عنده معنى عايش عشانه. يعني شغلك مش مجرد مرتب، هو وسيله تبني بيها حاجه ليك او للناس. وعلاقاتك مش مجرد تواصل، هي مساحه حب وامان. ادم كان دايما بيسال نفسه انا بعمل اللي بعمله ليه. كل مره كان بيلاقي معنى جديد يخليه يكمل حتى في الايام الصعبه. طور نفسك باستمرار. الانسان الايجابي مش هو اللي مرتاح، هو اللي بيتطور باستمرار. ادم كان بيخصص 30 دقيقه يوميا لاي شكل من التعلم، فيديو بقى، كتاب، او حتى بودكاست، او ممكن تجربه جديده يخش فيها. المعرفه مش بتديك حلول فوريه، لكنها بتفتح لك زاويه رؤيه جديده لكل حاجه في حياتك. سامح نفسك. اكبر مصدر للطاقه السلبيه هو جلد الذات. ادم كان بيغلط عادي، بس بعد الغلط بيقول تمام دي تجربه اتعلم منها واكمل. الناس بتفتكر ان العقاب هو اللي بيصلح، لكن اللي بيصلح بجد هو الفهم. افهم هو انت ليه غلطت وتعلم من اللي حصل وابدا من جديد من غير جلد. كل خطوه من دول مش لازم تعملها كامله من اول يوم. ابدا بخطوه واحده بس النهارده حتى لو صغيره جدا، زي انك تجاوب على سؤال بسيط: انا محتاج ايه دلوقتي يخلي حياتي تتحسن 1%. حتى ممكن تبقى ساعات راحه، ممكن تبقى مكالمه مع شخص بتحبه، ممكن يبقى قرار انك تبدا تشتغل على نفسك في حاجه معينه. المهم تبدا، لان اول خطوه دايما هي اصعب واحده، وبعدها كل حاجه بتتحرك. الناس اللي حوالينا اللي طول الوقت بيصدروا طاقه سلبيه، سواء صاحبك في الشغل اللي كل ما يشوفك يقول لك مفيش فايده، او قريبك اللي كل ما تحاول تحكي له على خطوه جديده في حياتك يقول لك يا عم بلا وجع دماغ، او حتى الشخص اللي بيشتكي من كل حاجه لحد ما يخلص على طاقتك انت. فالسؤال هنا بقى تعمل ايه؟ ازاي تتعامل معاهم من غير ما تبقى انت الضحيه ومن غير ما تاذي نفسك؟ اول حاجه لازم تفهمها كويس، مش كل الناس اللي بتصدر طاقه سلبيه اشرار. في ناس بتعمل كده من غير قصد، لانهم موجوعين او محبطين او اتخدعوا في حاجات كتير قوي في حياتهم. بس كونهم موجوعين مش مبرر ان هم ياذوك. في مثل مشهور قوي في مصر كده بيقول لك اللي بيتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. بس لو هو لسه بيفكرك كل يوم ان الاكل سخن انت كده مش بتتعلم منه، انت هتتحرق معاه وهيجي عليك وقت وهتزهق او مش هتحب تقعد معاه اصلا. تعال نبدا بالسيناريو الاول. لو حد من صحابك او زمايلك في الشغل هو الشخص ده اللي كل ما تتكلم في فكره او تتحمس لفرصه يرميك بكلمه تقفلك، تلاقيه بيقول لك مثلا مفيش حد بينجح في البلد دي، او كله بالواسطه، او يا عم انت بتحلم. هنا بقى لازم تكون واعي، في فرق كبير بين النصح والنكد. في حد بينصحك عشان خايف عليه، وفي حد تاني بينكد عشان مش قادر يشوفك بتحاول تعمل اللي هو ما قدرش يعمله. الحل هنا مش انك تتخانق، بس لازم تحط حدود نفسيه واضحه. يعني ايه؟ يعني ما تخليش كل كلامه يدخل جواك، اسمعه لو مضطر بس ما تتدوش. ولو لقيت نفسك كل مره بتخرج من عنده طاقتك خلصانه يبقى لازم تقلل الاحتكاك معاه، حتى لو ده هيزعله شويه في الاول.
اعمل كده بهدوء، خلي كلامك معاه عام، ما تحكيلوش تفاصيل احلامك او خطواتك. وساعات كتير الحل مش في المواجهه، الحل في الاختيار، اختيار الوقت اللي تشوفه فيه والموضوع اللي تتكلموا عنه والمسافه اللي بينك وبينه. في جمله لازم تحفظها كويس: مش كل اللي بيحبك ينفع يسمعك، لان في ناس بتحبك فعلا بس مش مؤهله تسمعك من غير ما تطفيك. طب لو الشخص ده من اهلك، دي بقى الحته الحساسه اللي بتوجع اغلب الناس، لانك مش هتقدر تبعد عنه بسهوله. اصل ازاي هتبعد عن امك او ابوك او اخوك او حتى قريبك اللي طول الوقت شايفين ان الدنيا سودة؟ بس في نفس الوقت انت لازم تحمي نفسك. اول حاجه تعملها هنا احترم مشاعرهم، بس ما تخليش مشاعرهم تبلعك. يعني لو والدتك مثلا دايما متشائمه وتخاف عليك زياده عن اللزوم، ما ينفعش تزعل منها، بس ينفع تفصل خوفها عن الواقع بتاعك. يعني لما تقولك ما تسيبش شغلك ده رزق مضمون، انت ممكن ترد بهدوء: ما تقلقيش، انا مش هعمل حاجه من غير حساب، بس انا لازم اجرب اللي انا بحبه. كده انت ما دخلتش في خناق، بس كمان ما سبتهاش تزرع فيك الخوف اللي جواها. ولو حد من اهلك دايما بينشر طاقه سلبيه في البيت، حاول تبقى مصدر النور مش الرد على الظلام. يعني ببساطه بدل ما ترد عليه بنفس النغمه، ابدا تغير جو الكلام بهزار، بكلمه حلوه، او حتى بسكوت. مش دايما الرد هو اللي بيكسب، ساعات السكوت الواعي بيكون اقوى من اي رد. بس خد بالك، السكوت مش استسلام، السكوت المقصود هنا انك ما تدخلش دايره السلبيه المتبادله. يعني هو يقول لك الدنيا باظت ما تردش عليه: ايوه والله ما بقاش في اي امل، لكن ممكن ترد عليه: يا عم يمكن لسه في حاجه حلوه احنا مش شايفينها دلوقتي. كده انت ما اتصدمتش معاه، بس كمان ما نزلتش لمستوى الطاقه السلبيه. بس الاهم من كل ده، اياك تخلي محاولتك انك تساعدهم تتحول لاذى لنفسك. في ناس مش عايزه تتغير، عايزه تفضل في الحاله دي عشان الوجع بالنسبه لهم بيبقى منطقه راحه، وده طبيعي بالنسبه لهم، بس مش من حقهم ان هم يسحبوك معاهم. لو حاولت مره واثنين وثلاثه ومفيش نتيجه، انسحب من الكلام معاهم في السلبيات دي بهدوء. مش تقطع معاهم، بس قلل وجودك. خليك واضح انك بتحبهم، بس انت بتحمي نفسك، لانك ببساطه لو غرقت في طاقتهم السلبيه لا هتقدر تنقذ نفسك ولا هتقدر تنقذهم. خليني اقول لك جمله يمكن تغير فيك حاجه: اللي بيحافظ على طاقته بيحافظ على روحه. لان الطاقات السلبيه مش بس بتاثر على النفسيه، بتقلل من انتاجيتك، بتاثر كمان في الابداع، في النوم، وحتى في علاقاتك وفي سلامك الداخلي اللي هو اهم حاجه المفروض تكون بالنسبه لك. فكل مره تحس انك مأذي من وجود شخص في حياتك، اسال نفسك سؤال بسيط: هل وجوده بيضيف لي ولا بيسحب مني؟ ولو الاجابه كانت بيسحب، يبقى لازم تبدا تحمي حدودك، مش بالكره لكن بالوعي. مش دايما هنقدر نغير الناس، بس نقدر نغير ازاي بنتعامل معاهم. وده الفرق بين الشخص اللي بيتاثر واللي بيأثر. كونك شخص ايجابي مش معناه انك تعيش في عالم وردي وتطنش كل حاجه وحشه، لكن معناه انك تعرف تختار المعارك اللي تستحق طاقتك. مش كل كلمه هنرد عليها، ولا كل شخص يستحق انك تشرح له وجهه نظرك. ابني لنفسك دايره طاقه نقيه، ناس بتسمعك تشجعك وتصدق اللي فيك، وساعتها حتى لو في طاقه سلبيه حوالين منك مش هتعرف توصل لك اصلا، لانك خلاص بقيت مصدر نور مش بتطفي. بقيت الشخص اللي الناس بتطمن وهي حواليه، مش هتتعب. بص يا صاحبي، احنا مش دايما هنقدر نمنع السلبيه من اللي حوالينا، بس نقدر نمنعها انها تدخل جوانا. الطاقه الايجابيه دي مش مكان احنا بنروحه، دي حاله احنا بنبنيها كل يوم باختيارات صغيره جدا. يعني لما تصحى الصبح وتختار انك تقول الحمد لله بدل ما تقول يا نهار مش فايت، ده قرارك انت. ولما تقعد مع نفسك 10 دقائق قبل الشغل من غير موبايل، تراجع يومك كده وتظبط دنيتك، ده مش رفاهيه، ده صيانه للروح. لو في بيئه سلبيه حواليك، خلي عندك نظام حمايه داخلي. زي ما بتحط انتي فيروس على الموبايل، اعمل انتي فيروس للطاقه بتاعتك. يعني اول ما تلاقي حد بيحاول يسحبك لكلام سلبي، حاول الاتجاه فورا، غير الموضوع او اضحك او امشي، او حتى خليك ساكت، بس ما تدخلش الدايره بتاعته. اسمع حاجات ترفعك بدل ما تنزلك، اقرا حتى لو صفحه في كتاب يخليك تحس انك بتتحسن، واكتب كل يوم حاجه صغيره حصلت تستحق الشكر. الحاجات دي شكلها بسيط، بس هي اللي بتعمل درع طاقه حقيقي يخليك ثابت وسط اي دوشه حواليك. خلي بالك، زي ما قلنا، الطاقه الايجابيه مش معناها انك طول الوقت تبقى بتضحك او مبسوط. الايجابيه الحقيقيه انك تعرف تتعامل مع الصعب من غير ما الصعب يأذيك. يعني تمر بيوم وحش بس ما تفقدش الامل، تزعل شويه بس ما تستسلمش، تتعب بس لازم تفضل مكمل. وفي الاخر كل مره بتختار تبقى هادي بدل العصبيه، ومتفائل بدل الشكوى، متوازن حتى بدل الانهيار. انت مش بس بتحافظ على طاقتك، انت كمان بتغير شكل الحياه حواليك من غير ما تحس. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا: كلنا في وقت معين كنا مصدر طاقه سلبيه لحد من غير ما نحس. كلنا تعبنا، ضغطنا، وانفجرنا حتى، او اتكلمنا مع حد بشكل وحش. مفيش حد معصوم، كلنا بشر. بس الفرق الحقيقي مش في الغلط اللي حصل، الفرق في انك قررت تعمل ايه بعد ما فهمت الكلام اللي احنا قلناه. لو قررت تكمل زي ما انت، هتفضل الطاقه دي تلف تلف وترجع لك. لكن لو قررت تغير حتى لو بخطوه صغيره، زي انك تبعت مسج حلو لزميلك، او تساعد حد متضايق، او حتى ما تردش رد مؤذي وقت غضبك، ساعتها انت بدات تبني بيئه جديده حواليك. في دراسه حلوه قوي اتعملت سنه 2024، لقوا ان فرق العمل اللي فيها شخص واحد على الاقل بيمارس اللي بيسموه الطاقه العاطفيه الايجابيه، بتحقق اداء اعلى بنسبه 23%، ونسبه الغياب بسبب الضغط النفسي بتقل بنسبه 40%. يعني ببساطه تخيل كده ان مجرد وجودك بروح طيبه ولطافه بيأثر على الانتاجيه بالشكل ده. يعني انت ممكن تكون سبب نجاح الفريق كله وانت مش واخد بالك، مش لانك عبقري ولا حاجه، لكن لانك ببساطه انسان حقيقي. بس خلي بالك، الطاقه الايجابيه مش دايما سهله. في ايام هتحس انك اتسحبت تاني لورا، انك مش قادر تدي طاقه لحد، انك لو فتحت بقك هتنفجر، وده طبيعي جدا. الايجابيه مش انك تبقى روبوت مبتسم، هي انك تبقى واعي بحدودك. يعني لما تحس انك خلاص مش قادر، خد بريك، انسحاب مؤقتا من المشهد. مش لازم تبقى موجود طول الوقت عشان تثبت انك شخص كويس. الكويس فعلا هو اللي يعرف امتى يختفي عشان يرجع احسن. زي ما بيقول الامام علي: ليس الخير الا تقع في خطأ، انما الخير الا تكرر الخطأ. فلو حصل يوم وقعت وطلعت طاقه سلبيه، سامح نفسك، بس تاني يوم قوم
معدلها. ده الوعي، وهو ده اللي اسمه النضج. خليني احكي لك حاجه سيف حكاها في جلسه مع زمايله بعد كده. قال لهم ان لما بدا شغله كان فاكر ان النجاح في الطب انك تكون ادق دكتور، بس بعد سنين فهم ان النجاح الحقيقي هو ان المريض يخرج من عندك وهو حاسس بالراحه قبل العلاج. وقال لهم جمله مهمه قوي: الناس ممكن تنسى كلامك لكن عمرها ما هتنسى الاحساس اللي سبته جواها. الكلمه دي سكتت الكل، لان فعلا في الاخر الناس مش بتفتكر انت قلت ايه، الناس بتفتكر انت خليتهم يحسوا بايه. وده بقى يقودنا للحل الاخير والاعمق: عايز تفضل مصدر طاقه ايجابيه، خلي نيتك دايما نقيه. ما تساعدش الناس عشان الناس تمدحك، ولا تكون لطيف عشان تظهر انك الافضل. ساعد عشان ربنا يرزقك بركه الهدوء، وخلي دايما نيتك انك تخفف على الناس. كل طاقه خير بتطلع منك بترجع لك باشكال مدهشه، مش لازم تبقى فلوس او ترقيه، ممكن تبقى راحه في قلبك او نوم هادي او حتى رزق من غير ما تخطط له. الخير دايما بيرجع بس بطريقته هو. انا عايزك دلوقتي تقفل عينيك ثانيتين كده وتفكر: كم واحد حواليك محتاج كلمه حلوه منك؟ كم واحد ممكن يتغير يومه لو قلت له ما تقلقش كله هيعدي ان شاء الله؟ كم مره كان ممكن تنقذ حد من كلمه مش حلوه او تصرف بسيط؟ الحياه يا صاحبي انت اقوى مما تتخيل، ونورك الداخلي مش معمول عشان تسيبه مطفي. كل مره بتختار تكون هادي بدل ما تتخانق، كل مره بتختار تهون على الناس بدل ما تزود النار دي، كل مره بتختار تسامح بدل ما تعاتب، انت بتزرع نور، والنور ده بيرجع لك دايما حتى لو بعد وقت. اختار تكون مصدر طاقه حلوه في اي مكان تدخل فيه، مش بس عشان الناس تستفيد منك لكن عشان انت نفسك تستحق تعيش في طاقه حلوه. خلي وجودك دايما بيطمن، وصوتك يريح الناس، ونيتك يكون فيها دايما رحمه. وساعتها حتى لو الدنيا حواليك مليانه فوضى انت هتفضل نقطه نور حقيقيه، والناس هتدور عليك مش هتهرب منك. في النهايه بعتوا لنا اسئلتكم، وانا كده كده بقرا كل الكومنتات وبرد على كل الاسئله، وقولوا لنا ايه المواضيع اللي تحبوا اننا نتكلم عنها في المستقبل. طبتم وطابت ايامكم. سلام عليكم.